السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتي. يلا بقى أنا جاية لكم النهاردة وجايبة لكم فيديو جديد معانا. هنعمل الزبادي علشان خاطر رمضان داخل علينا وعايزين نشوف طريقة كويسة للزبادي. الزبادي كده اسمه في مصر، لكن في الدول العربية اسمه الياغورت أو الروب. زي ما انتوا شايفين، انا عاملة كمية منها السادة ومنها اللي بالفواكه. ما شاء الله هتعمليه بطريقة ما تخلوش خالص يخرج ميته خالص، ويبقى متماسك وكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا معانا نحضر اللبن الاول. هنجيب انا هنا جايبة 2 كيلو لبن. انتي ممكن تجيبي كيلو واحد زي ما انتي عايزة، بس انا عاملة كمية كبيرة. هحطها على النار وهغليها كويس قوي، وهقلب فيها كده وهي بتغلي. هقلب فيها 5 دقايق وهسيبه بقى يبرد لغاية لما انا عايزاه فاتر، زي دمعة العين كده. يعني مش هخليه يبرد جامد قوي. زي ما انتوا شايفين اللبن بتاعي ده لبن كامل الدسم، فلاحي. انا بعد ما برد عمل الوش الكتير اللي انتوا شايفينه ده، انا اخدت الوش بتاعه القشطة وخدت معاها كبشتين او 3 من اللبن عشان ابدأ ادوب فيها الحاجات اللي انا هحطها عليها. انا هنا هحط معلقتين من السكر ومعلقتين من لبن البودر، وهجيب علبة زبادي. يعني مش صغيرة، لأ أنا جايبة هنا الكبيرة علشان أنا عاملة 2 كيلو. لكن انتي ممكن تجيبي الصغيرة وتحطيها لو هتعملي كيلو. أنا الزبادي بتاعي ده يوناني. أنا كانت عندي موجودة في التلاجة يعني، فقلت هعمل بيها. لكن انتي ممكن تجيبي أي نوع تاني من الزبادي. هبدأ أحطه على كمية اللبن اللي أنا طلعتها وبمضرب البيض، وهفضل اضرب 5 دقايق. انت ممكن تضربيه بالمضرب السلك العادي، بس يعني هيتعبك شوية لان انا مش عايزة فيه اي تكتلات نهائي. وطبعا الشوكة مش هتديكي النتيجة ديت يعني، فيفضل 5 دقايق بمضرب الكهرباء يكون افضل يعني. هيخلصك بسرعة. زي ما انتوا شايفين انا كده بعد ما ضربت الكمية اللي معايا، هبدأ بقى اضيفها على اللبن بتاعي تاني. يا جماعة اللبن يكون فاتر مش سخن، يعني تحطي صبعك في اللبن كده تستحملي السخونية، ما يبقاش سخن، دافي شوية. هبدأ احط بقى الكمية الزبادي اللي انا دوبته مع اللبن، احطه على باقي كمية اللبن وابدأ اقلبه كويس كده. زي ما انتوا شايفين هكون طبعا محضرة عندي الطواجن او الكوبايات او اللي انت هتحطي فيه الزبادي. انا هنا طبعا زي ما انا قلت انا عاملة نوع سادة وعاملة نوع بالفواكه. انا هبدأ احط في الطواجن الفخار بتاعتي. عايزة اقول لكم بقى ان معلقتين اللبن البودر اللي احنا حطيناه دولت يعني بيخلوا الزبادي بيبقى متماسك، وما يبقاش فيه ميه، يبقى مي كده يعني. الزبادي كده لما بتسيبيه شويه بتلاقي فيه ميه كده من تحت او من الجوانب. لا المعلقتين دول بقى مش هيخلولك خالص الميه اللي بتبقى موجوده في الزبادي. انا عملت كمية تانية من اللبن من الزبادي السادة. هبدأ اجيب نفس البولة اللي انا كنت شغالة فيها، هحط فيها كوبايتين علشان خاطر ابدأ ادوب فيهم جيلي الفاكهة. انا هنا هعمل المشمش. جيلي المشمش هاخد معلقة وشوية صغيرين كده يعني معلقة وربع كده من الجيلي، وهدوبهم في الكوبايتين لان انا عامله كوبايتين 2 مش كتير. طبعا كل واحد من الاولاد مختار حاجه يعني. فعملنا المشمش وهنعمل النوع التاني البطيخ. معلش ما تستغربوش يعني، هو كل واحد بيختار اللي هو عايزه. هبدأ برضو تاني اجيب نفس البولة وهاخد كوبايتين من اللبن اللي احنا طبعا مدوبين فيه الزبادي، وادوب فيهم برضو معلقة ونص او معلقة وربع
من جيل البطيخ. هكون يا جماعة انا مولعة الفرن سايباه والع 10 دقايق يكون سخن خالص، وبعد كده اطفيه. يعني هكون والع، سخنت الفرن كويس قوي، بعد كده هطفي. انا طفيت كده الفرن، هبدأ بقى احط الزبادي بتاعي في الصينية وادخله الفرن واقفل عليه. الفرن بيكون سخن بس طافي يا جماعة، تمام. واسيب بالزبادي لمدة 6 ساعات. اهم حاجة انك ما تفتحيش عليه الفرن نهائي الفترة دي. يفضل يعني انك تعمليه من بالليل وتسيبيه بايت في الفرن من بالليل. الصبح بقى هتحطيه في التلاجة ساعة او 2 بالكتير وتاكلي منه، ودي النتيجة زي ما انتوا شايفين. القشطة عليه المكرمشة دي، وش القشطة ما شاء الله يعني. ان شاء الله تجربي الطريقة وتطلع مظبوطة معاكي واحسن كمان من النتيجة اللي انا مطلعاها. وكل سنة وانتوا طيبين، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.